ايوه يا ابني، توكل على الله بس وان شاء الله ربنا يكرمك. قال له يا شيخ يعني ربنا هيديني شقه؟ هو احيانا الواحد بيبقى مش واخد باله كده، ربنا هيديني شقه؟ قال له ايوه يا ابني، ربنا بيقول وان من شيء تعموم ده ولا ايه؟ الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر. مع اصل انت ممكن تفسد. فالراجل قام وقال له طيب يعني هنسال ربنا، بس برضه يعني شوف لنا كده حد من معارفك يعني، برضه انت عارف الشركه اصيل اصلا. وقام مشي. فوجئ الشيخ بيقول فوجئت لقيت واحد دخل، هو المسؤول بقى عن موضوع اليواد، دخل قعد معاه، قلت له انا انت ابن حلال، كان في واحد قاعد معاه دلوقتي كذا كذا، بعتوا لي الصبح ياخد شقه، بعتوا له بيقول الراجل بقى كل ما يشوفني يقول له عنده في خزاينه شقه يا شيخ. خلاص انا امنت، عنده شقه فعلا. عنده ولا لا؟ وان من شيء الا عندنا خزائن، وهو اجود الاجودين واكرم الاكرمين، يعطي عبده قبل ان يساله فوق ما يامله. برضه لما تيجي تعمل تقرا كده قول الله عز وجل واتاكم من كل ما سالتموه. طب انا كنت سالته ايه سبحانه وتعالى وانا نطفه في رحم امي؟ ما كنتش بعرف اسال حاجه، مش كده؟ ده الواحد بيجي يوم القيامه وقدامه الجنه وربنا سبحانه وتعالى يقول له عايز ايه طلباتك؟ يقول ويقول ويقول وبعدين طب قول تاني عاوز ايه؟ يقول ويقول وبعدين لحد ما ينقطع ما يعرفش يقول ايه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فطفق ربه يذكره، يقول له من كذا وكذا. ربنا سبحانه وتعالى يقول له عايز كذا، طب عايز كذا، يقول افتكرت. ولا انت كنت عارف اصلا ولا برضه العنجهيه. والله يا اخي ربنا رحيم صراحه. فالشيخ قال له